السلام عليكم الغزالات ديالي، نتمنىكم كاملين تكونوا بخير وعلى خير وكلشي مزيان وكلشي يعني. وكنقول لكم ان شاء الله يا ربي نشوفكم فرحانين في حياتكم، وهاد السنه الجديده تدخل علينا بالصحه والراحه والرزق، ويبعد علينا هاد الوباء وترجع الحياه العاديه ان شاء الله يا ربي، ونرجعوا كيف ما كنا ونشوفوا الاهل والاحباب والاصدقاء اللي راحنا توحشناهم في الصراحه. فكنتمنى هذا الفيديو هذا يعجبكم بزاف. سمحوا لي ما بنتش فيه لان كثرة الوحش ديال دارنا ما قدرتش ندان، غادي تبان غير من وجهي نولي شويه وانا معاكم. فكما كتشوفوني نوجد هاد القهوه الكوتي، فمن القهوه صدقت في حاجه اخرى. تخيلوا ملي كتكوني ما ناوياش ديري شي حاجه كتصدقي درتي حاجه اخرى، دخلت ندير غير قهوه، ما بين نوجد القهوه تلقيت راسي مصايبه لهم طورطه. والله العظيم ما ناويه في الخاطر ديالي. غلطت عرفتي ندير الكوتي مع ديك جويه، هذيك راه ديك الساعه راه جويه شي 7 هكاك. فقلت ندير قهوه انا وراجلي ناكلو، هو مبغاش ياكل بغا غير قهوه. انا خديت واحد لي بتي بان، واحد كيما كتشوفوا ديك لي بالمي كليتهم. عرفتي كدور لي فراسي عندي الفريز وريم كتموت على الفريز. قلت علاش ما نصايبهاش مسكينه شي طورطه هكا تفرح بها هكا. صافي فقلت علاش ما نشاركهاش معكم، غنصايبها نشاركها معكم بان المقادير ديالها بسيطه بسيطه بسيطه. وعطاتني المقادير ديالها صديقه ديالي الله يعطيها رضا عليها، يعني المقادير مضبوطه. اول مره غادي تعطيني شي حاجه صاحبتي، يعني غادي تجيني شي حاجه اللي هي هذيك يعني بالطريقه ديالها. المهم المقادير ديالها البنات اللي مضبوطه بزاف، فيها 3 ديال المكونات لا غير، فيها البيض السكر والطحين فقط. غندير هاد لاجينواز هادي اللي كما كتشوفوا اللي العبار ديالها 120 غرام ديال السنيده، 120 غرام ديال السنيده البنات. والطحين كذلك قد السنيده حتى هو 120 غرام، يعني ما يكونش قالت لي غرام واحد ما خاصوش يكون زايد. المهم انا الطحين زدت غير واحد غرام. ما بغاش يتقاد لي ديك 120، ولكن جات هي هذيك البنات. الطحين كان عندي مزيان صافي كما كتشوفوني، فعبرتهم مزيان يعني حطيتهم على جانب. ودابا غادي نبدا. اول حاجه درت السنيده يعني في العجان ديالي باش نطربها. وغادي ندير دابا البيض 4 ديال البيضات. والبيض البنات ما يكونش بارد، ما يكونش من الثلاجه، البيض يكون بدرجه حراره المطبخ. صافي فهكا شفتوني كندير بيضه على بيضه، لانني ربما راكم عارفين بابا ما يكون خاسره شي وحده ولا. فدرت بيضه بيضه كل وحده بوحدها. المهم 4 ديال البيضات، المهم 4 البيضات مزيانين ماشي صغارين بزاف. البنات ما خصهمش يكونوا صغار، البيضات يكونوا مزيانين. 4 البيضات مع 120 غرام ديال السنيده. وشعلي الطراب وخليه يبقى يا البنت كطرب كيطرب حتى يولي ديك البيض باش تتولي ديك السنيده والبيضات يوليو على شكل بياض، يعني يولي على شكل الثلج. يعني شنو نقول لكم، منين تهزي العجان ديالك ديك القمقم خاصو يكون قمقم كما كيقولوا قمقم العصفور. باش هكا كيقول لك داك يولي بحال لا نيج بكون بيض بزاف. صافي فهكا من طلع ليا البنات صافي كنقبض الطحين ديالي ديك 120 غرام البنات ديال الطحين، 120 غرام ديال الطحين. فاكيد البنات وليت عاود تغربلتها هكا باش ما يكونش شي حبيبات ولا. المهم باش تجيني ما تعجنش ليا مع داك السكر والبيض، وما ديرش ليا شي حبيبات. فحاولت انني نغربلها، وكما كتشوفوا انا كنغربها في نفس الوقت كنفرقها مزيان، يعني فرقتها مزيان على المول باش ما تخسرش ليا وما يهبطش ليا داك بيض البيض. صافي وهزيت السباتولا البنات وبقيت كنحرك غير بشويه كنحركها سمحوا لي، كندخل السباتولا من التحت وكنبقى كنعاود غير بشويه. المهم حتى مزجت داك المكونات كامله، يعني بما الطحين مع البيض ومع السنيده. صافي داكشي عرفتي جات واحد يعني ما نقولش لكم غزاله. جات غزاله هاد لاجينواز هادي رطيبه هشيشه سهله مكوناتها بساطين. ما كنتش متوقعاها غادي تجيني هكا، لانني صراحه الله ما فايتليش جربتها بهذه الطريقه هذه. صافي فكما كتشوفوا هنايا جبت بابي كويسون وغلفت داك المول ديالي للقطر ديالو البنات، حيت شوفوا البنات راه لاجينواز كتدرب على حسب القطر ديال المول اللي غادي تخدمي به. فهذا تقريبا فيه 35 سنتيم على 40 ديال السنتيم، 35 على 40. يعني ضروري خاص يعني لاجينواز اللي غديريها خاصك اول حاجه حتى تعرفي القطر ديال المول اللي غتخدمي بها باش كتجيبيها عبار وكتجيكي هي هذيك مواتيه وموازيه وكتجي مزيانه. فانا هاد المقادير هادو يعني جاتني في هاد المول هكا مزيانه، عجبتني يعني.
يعني ما تعذبتش فيها في صراحه الله، مهم ما تعذبتش فيها. فكما كتشوفوني دابا انا كنهبط الخليط في المول، كنهبطو يا ربي في المول، ولكن غير بشويه البنات باش ما يهبطش ليا البيض، كنهبطو غير بشويه باش ما يهبطش ليا البيض. وكما كتشوفوني انا كنطلقها في المول مزيان، مهم او اللاطه، مهم انا غنقولوا اللاطه باش تجي واضحه. المهم كنطلقها مزيان في اللاطه. وبالنسبه للبنات الورق اللي شفتوا راه انا لصقته شويه بالزبده، دهنت الزبده باش تلصق ليا على الجوانب ديالو كامل، لصق ليا وما بقاش مفرق، يعني ما عذبنيش في الاخر. وفعلا البنات من طابت الجينواز ديالي وبغيت نحيدها راه ما لقيتهاش داخله في الجناب ولا، يعني جاتني عاديه حيتاش بالزبده لصقته مزيان صافي. فهكا قديته غير واحد شويه بسباتيل، وابخي دخلته للفران لدرجه الحراره اللي هي 180 مده ديال 8 دقائق 10 دقائق ما تفوتوهاش. بين 180 درجه الحراره، الا ما كانش عندك سخون بزاف، الا كان عندك بارد البنات ديروا 200 درجه الحراره وخليوها بين 8 دقائق 10 ديال الدقائق صافي. فهنايا جبت خرجتها البنات قسمتها على 4 حيت بغيت ندير واحد البتيطاط اللي هي صغيره يعني ماشي كبيره. فقسمتها على 4 وسقيتها بواحد شويه ديال السيرو اللي نكهته بالاناناس، يعني درت غير شويه ديال 2 معالق كبار ديال السنيده وواحد شويه ديال الماء، وخليتهم طبخوا مزيان فوق البوطه حتى بدا بحال كيتعسل ليا. ودرت له يا البنات كما قلت لكم درت له النكهه ديال الاناناس باش كيجي لي زوين. الاناناس مع الفريس راه اكيد غادي يعطي واحد اللوغو اللي هو رائع بطبيعه الحال. عرفتوا البنات دابا تخيلوني انا كنسقي غير بشويه هكا وواحد الريحه عاطيه ما نقولش لكم غزاله ديال الريحه ديال الاناناس. فريمون هاد النكهات كيعطيو حتى هما عندهم واحد الدور في الكيك كيجيو زوينين صافي. فهنايا بقيت كنسقيهم غير شويه البنات، راه ماشي بزاف، راه واخا تشوفوني كنهز بالسباتيل راه كنهز غير شويه. وهذه هي لاموس ديالي اللي صايبت البنات. فدرت كاس ديال الحليب بارد كبير خشيته في لاكونجيلاتور، عرفتوا البنات حتى قرب يجمد ليا. وهذه هي لاموس اللي خديت، هي هذه يعني ديال الفخيز باش جات مع الفخيز، هي جات مهم رائعه صراحه الله، جات رائعه صافي. البنات درتها مع كاس ديال الحليب كما قلت لكم بارد وخليتها تطلع في الباطو بلا ما راه باينه يعني ماشي شي حاجه صافي. وهنايا بديت كندير التزيين ديالي اللي هو ماشي شي حاجه بسيطه صافي، كتعمري غير البوش وكتبداي كتزيني بالشكل اللي بغيتي. فانا كما قلت لكم يعني غير حتى لاخر لحظه واحد حتى الليل هكا غير بغيت نديرها لوليداتي هكا ياكلوها وصافي. فعلى هذا التشكيل هذا بديت التزيين ديالها، وخليكم مع التزيين وقولوا لي الراي ديالكم كي جات. هذا هو الشكل النهائي ديالها، فعلا جات رائعه شكلا ومذاقا يعني صراحه. انا ملي كتكون شي حاجه زوينه راه كنقولها، كتجي خايبه راه كنقول لكم خايبه. ثلاثه المكونات فعلا جات رائعه، فعلا جات رائعه صافي. فهكا قلت نقدمها لهم مع هكا واحد شويه العصير، بما ان شات ليا الفخيز فدرت له واحد العصير بالحليب الفخيز والبنان والتفاح والافوكا، وطحنت لهم كلشي وقديت لهم الطبيله خفيفه ظريفه يعني ماشي شي حاجه اللي هي صعيبه هكا، غير الوليدات ديالي انا والزوج ديالي. فكنقول لكم بالصحه والراحه. كنتمنى هذا الفيديو هذا يعجبكم، وما تنساوش تدعموني بواحد اللايك واشتراك وتعليق بطبيعه الحال اذا عجبتكم القناه ديالي.